مشاهدينا في النشرة الجوية نبدأها كالعادة بتحليل صورة الساطل، حيث نلاحظ أن الطقس نسبيا غائم بالمنطقة الشرقية، وباقي المناطق الأخرى طقس مستقر مع سماء قليلة السحب إلى صافية. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية يتوقع أن تكون سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة بالشرق، بالريف وكذلك على الواجهة المتوسطية ستعطي زخات مطرية متفرقة مع هبوب رياح نسبيا قوية بالشرق وكذلك بالبوغاز. باقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 0 درجة ببولمان، درجتين بمدينة إفران، 8 درجات بوجدة، 9 درجات بتازة وكذلك بوزان وبمدينة الرباط. ودرجة حرارة النهار ستعادل 18 درجة بوجدة، 22 درجة بمدينة الحسيمة، 19 درجة بالسعيدية، 18 درجة بمدينة تطوان، 22 درجة بطنجة، 28 درجة بالعرائش، و27 درجة بالرباط، 23 درجة ستسجل بالدار البيضاء. بالمنطقة الوسطى للبلاد يتوقع أن يكون الطقس نسبيا حار مع سماء قليلة السحب إلى صافية بجل المناطق. ودرجات الحرارة ستعادل 10 درجات براشدية، 13 درجة بأرفود، 14 درجة ستسجل بمدينة زكورة وكذلك بطاطا، 9 درجات بورزازات، 11 درجة بكل من مراكش وكذلك ببني ملال. ودرجات الحرارة العليا ستتراوح ما بين 25 درجة ببني ملال، 28 درجة بمدينة مراكش وكذلك بترودانت، و24 درجة بمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية عموما. درجة الحرارة ستعادل 14 درجة بالزاق، سمارة، بكرع وكذلك بقلتة زمور. وخلال فترة الظهيرة سيشير المحرار بحول الله إلى 28 درجة بالزاق، 27 درجة بسمارة، 26 درجة بقلتة زمور، 28 درجة ببكرع، 23 درجة ببوجدور، 27 درجة بمدينة العيون، 23 درجة بطرفاية، و26 درجة بطنطان. وفي اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية سيكون نفس الطقس، أي طقس مستقر عموما لأغلب المناطق. ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 17 درجة بمدينة الدخلة وكذلك بالكويرة، 16 درجة ببيرانزران، و18 درجة بأوسرد. ودرجة حرارة النهار ستعادل 32 درجة بأوسرد، 31 درجة ببيرانزران، 26 درجة بالكويرة، و22 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر سيكون البحر بالواجهة المتوسطية هذا إلى قليل الهيجان بعلو سيصل إلى 1 متر. بالبوغاز سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو 150 سنتيمتر. ما بين مدينة أسفي وترفاية سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بعلو 3 أمتار. أما بباقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو 250 سنتيمتر. المد بمدينة الرباط سيكون على الساعة 8 صباحا و22 دقيقة، والثانية بعد الزوال و48 دقيقة، والجزر سيكون على الساعة 8 صباحا و38 دقيقة، والثامنة ليلا و52 دقيقة. شروق الشمس بمدينة الرباط يكون على الساعة 7:31 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 7:38 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يتوقع بحول الله يوم الثلاثاء طقس نسبيا حار بالوسط، بالجنوب الشرقي وكذلك بأقصى الأقاليم الجنوبية، مع تكون ضباب بالمنطقة الشرقية وكذلك بالسواحل الأطلسية الشمالية وكذلك الوسطى، ورفع بعض الزوابع الرملية بداخل الأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع الطفيف. أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت وكذلك يوم الأحد دائما استمرار الطقس الحار بالجنوب وكذلك بالجنوب الشرقي وبالوسط، مع طقس نسبيا غائم بمرتفعات الأطلس وكذلك بالسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد. وباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة. وإليكم الآن توقعات دول المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا لتابع المتابعة.